الفيفا عايزه تطبق قانون جديد هيغير كتير في اللعبه. الفيفا وافقت على قرارات جديده هتطبق في الملعب، زي ان لو الحارس معاه الكوره وبيضيع بها وقت، ساعتها بدل ما هتتحسب عليه فاول لا هتتحسب عليه ضربه ركنيه، وان الحكام هتلبس كاميرات عشان تراقب بيها سلوك اللعيبه، وده احتمال يتطبق في مونديال الانديه اللي جاي. اما القانون المهم بقى، فالفيفا وافقت على تطبيق قانون فينجر الجديد في كام بلد، وبعدها بنسبه كبيره هيعتمدوه في البلاد كلها. طب ايه هو قانون فينجر ده؟ هو ان بدل ما يتحسب على اللاعب تسلل بسبب جزء صغير من جسمه، او بسبب ان جزء صغير من جسمه اقرب للجون من اخر مدافع، لا بقى قانون فينجر بيقول لك ان اللاعب مش متسلل طالما في جزء من جسمه على نفس خط اخر مدافع من فريق الخصم. يعني من الاخر بيقول لك ان التسلل بتاع زمان ده اللي هو انت كنت تتسلل بصابع رجلك الصغير او بكتفك، ما عادش الكلام ده موجود. طالما في جزء من جسمك على نفس خط اخر مدافع في الفريق كده انت تمام ومفيش عليك اي حاجه. والهدف من القانون ده بقى زي ما انت واخد بالك هي منع الحالات الجدليه في التسلل اللي كانت بتعتمد على الحاجات البسيطه في الجسم. كنت تلاقي الحكم مستني الفار عشان يشوف هل هي تسلل ولا مش تسلل بسبب ان في جزء صغير من الجسم سابق. ده غير انها هتشجع الفرق على انها تلعب بشكل هجومي اكتر، لان اللعيبه هيكون عندها فرص انها تسجل اكتر في وضع قانوني. ورمضان كريم عليكم.